الحمد لله على سلامتك يا كناري. ابني مات يا فهد، ابننا مات. اهدى عشان خاطري. الحمد لله ان انت كويسه. يا ستي لو على خلفه ربنا ان شاء الله هيعوضنا ونجيب دستة. بس انت ما تزعليش. قولي لي ايه اللي حصل بالظبط ومين الستات دول؟ معرفهمش، معرفش عملوا كده ليه. أنا لقيت كناريا داخلة بجوز النسوان علينا وفيهم واحدة مغمى عليها. يا دوبك راحت تجيب المية راحوا مخدريننا، وقعت في مكان. انت قابلت الحريم دول فين؟ طلع اشتري حاجة ولقيت الست مغمى عليها قدام البيت. يعني انت اول مرة تشوفيهم؟ بس حاسة ان هما كانوا قاصدين، بس ازاي عرفوا ان انا كنت حامل؟ بس ما كانش ينفع تأمني الناس غريبة وتدخليهم شقتك يا كناريا. خلاص بقى يا راوية يا بنت، اللي حصل حصل. حقك عليا يا بنت الناس. انا عارف ان اللي بيحصل لك ده بسببي، بس انا عايزك تعرفي حاجه. ان اللي راح ده ابنك زي ما هو ابني، وربنا وحده يعلم انا مكسور ازاي دلوقتي. بس مش فارق معايا اي حاجه غير اني كويس. بركة ان انتي كويسة يا اختي. ابوكي تعيش انتي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خبطته عربية. لما انتوا نزلتوا انا دخلت عشان اجيب لك هدمتين، وبعد كده ناس من القسم دخلوا قالوا لي ان انت لازم تستلمي الجثة. استهدي بالله بس يا حورية، لما تشوفي هتعملي ايه؟ الله يغفر له ويسامحه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اهدي والنبي. شدي حيلك يا حبيبتي. بقال الله يا كناريا، انا اطمنت عليكي من الدكتور. هروح مشوار كده وارجع لك. مشوار؟ انتوا مش هتيجي تستلم معايا جثة ابويا؟ في الاول وفي الاخر هو ابوك انتي، وانا ما اقدرش امنعك عنه لو هو عايش ولا هو ميت. الله يرحمه على كل حال، بس اعذريني انا مش هقدر اسامحه على اللي عمله معايا. هاتلي ورقة هدومي عشان نروح نستلم الجثة. مش ينفع دلوقتي. لا ينفع استنى. بطلي عند. اهدي. انا الدكتور طمني وقال ان انت بقيتي كويسه وتقدري تخرجي بكره الصبح. يعني خلاص كام ساعه وتقدري تعملي كده. ملوش لازمه دلوقتي. الحمد لله يا اختي. ريكو. يا فهد، معلش يا صاحبي، بس هستاذنك ان اتقل عليك. خليك مع كناريا توصل على مشروع هتستلم جثه ابوها. انا يا فهد اعتبره حصل. وانا هسبقكم على البيت. راوية هات ابوك وامك وحصليني. في حياتك يا حبيبتي. شدي حيلك يا سوى. يعوض عليك يا حبيبتي، يعوض عليك ربنا يسامحك معاك. ربنا يسامحك ويغفر لك يا شوقي. ربنا يسامحك. يا حبيبتي.